خارج بلدك انت سفير رسمي، تعكس ادبنا واخلاقنا، تعكس ثقافتنا وحضارتنا. وانت خارج مصر اسمك مصري، سفير بلا سفاره. كان التفوق الأسري سمة الأسرة كلها، وبالتالي مش غريب إن هو يختار دراسة الطب، لأنه مش بعيد عن الطريق التفوق والتميز اللي اختاره. معنا ومعكم أستاذ دكتور أحمد عفيفي، أستاذ جراحة التجميل في إحدى الجامعات الأمريكية. الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي أستاذ جراحة التجميل في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت النشأة في أبو ظبي في عائلة طبية، حيث أن الوالد دكتور عظام أجرى أول عملية في الشرق الأوسط لإعادة زرع طرف مبتور في سنة 1978. أما الوالدة فدكتورة نساء وتوليد. مارس الرياضة طوال سنوات المدرسة، وكان البحث العلمي الذي نشره في العام الماضي يدور حول أثر ممارسة الرياضة في التفوق العلمي والمهاري للجراحين. دخل كلية طب جامعة القاهرة وسعى نحو تحقيق الحلم بأن يصبح طبيب مقيم في أحد تخصصات الجراحية في مستشفى القصر العيني. التوفيق في الحصول على وظيفة التمرين الجراحي المتقدم على جراحات الوجه والجمجمة في جامعة بيتسبرغ، وهي تعتبر القمة في تعليم جراحة التجميل في أمريكا على مدار آخر 50 عاماً. التدريب المتطور على جراحة التجميل على مدار 3 سنين ونصف في جامعة بيتسبرغ كليفلاند كلينيك، وكذلك كان لديه فرصة الالتحاق بجامعة ويسكونسن كعضو هيئة تدريس. تدرج في منظمات جراحة التجميل حتى أصبح رئيس جمعية جراحين التجميل في ولاية ويسكونسن ورئيس جمعية جراحين التجميل في وسط أمريكا. له أكثر من 90 بحث منشور، ونشر كتابين عن جراحة التجميل والتخصص الدقيق في جراحة التجميل، وهو من أوائل الناس على مستوى العالم في عمليات الأعصاب التي تسبب الألم والصداع النصفي، ونائب رئيس الجمعية الأمريكية لهذه العمليات. إنه الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي أستاذ جراحة التجميل في الولايات المتحدة الأمريكية. نورنا ومشرفنا النهارده أستاذ دكتور أحمد عفيفي أستاذ جراحة التجميل بإحدى الجامعات الأمريكية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم، منورنا ومشرفنا. بالتأكيد حضرتك منور مصر كلها ومشرفها كمان بره. البداية يا دكتور كانت فين؟ البداية العائلية، وإيه اللي خلاك تختار دراسة الطب تحديدا؟ أنا طلعت في بيت كله دكاترة، والدي ووالدتي دكاترة، والدي دكتور عظام ووالدتي دكتورة نساء وتوليد، وعمامي وولاد عمامي واخواتي وجواز اخواتي كلنا دكاترة. فطلعت كان التوقع إن أنا هبقى دكتور، وأنا صغير كنت شايف إن دوت مثل كويس. أنا فاكر وأنا عندي 6-7 سنين كان التلفزيون بيصور مع والدي زي ما انتم كده بتصوروا عندنا في البيت النهارده، ان هو ساعتها كان عمل عمليه اعاده زرع يد. كان عامل سريلانكي بسيط. احنا كنا عايشين سنه 78 غالبا، كانت بالظبط كده. احنا كنا عايشين في ابو ظبي، وكان عامل سريلانكي بسيط قطع ايده تماما وجايه مفصوله تماما. العمليات ديت النهارده بتعمل في مصر وفي العالم كله يعني بشكل اولموست روتيني، بقت تعمل على طول. بس ساعتها في 78 كانت تعتبر اعجاز علمي، محدش كان فاهم يعني ايه اللي بتقولوه دوت يعني. ففاكر ساعتها والدي عمل عمليه، وكان التلفزيون والجرايد بيصوروا معاه، وانا كنت صغير وشايف اللي بيحصل. فطبعا كنت منبهر وفخور بوالدي باللي هو دوت عمله. ودوت غير يعني مسار والدي الكارير بتاعه واثر علينا كلنا. ومن ساعتها انا حبيت الطب. وكانت والدتي بتشتغل دكتورة نساء وتوليد. كانت بتشتغل انا فاكر كل يوم الصبح، وكان يوم واحد بعد الظهر، وبقيه الوقت كانت متفرغه ليا ولاخواتي ولتربيتنا ومذاكرتنا زي اي ام مصريه اصيله. اجمل حاجه يا دكتور الدفى اللي جوه البيت هنا. دكتور مدحت، دكتوره كريمه، الزوجه الجميله دكتور ايمان او استاذه ايمان، حاله الدفى ده غيرت كتير، بتخلي الانسان كده سوي نفسيا، كله تمام.
حلم كليه الطب دي مش حاجه سهله، احنا هنخش ثانويه عامه ونذاكر مذاكره جباره عشان ندخل كليه الطب. ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ طبعا من واحنا صغيرين كان التفوق العلمي دوت طبيعي. مش اختيار بالنسبه لنا، كان لازم اتفوق في مذاكرتنا وفي نمرنا. انا طبعا زي اي طفل مصري كان كل شغفي وحبي هو الكوره والرياضه وان العب كوره. فكان الاتفاق بيني وبين اهلي ان هو المذاكره اولا وجيب النمر الكويسه وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. فالحمد لله كان الهدف ان ادخل كليه طب القصر العيني جامعه القاهره اللي والدي ووالدتي دخلوها. وما تهيش ان كان في عندي ساعتها اختيار تاني، كان هو يعني جامعه القاهره وبس، كان هو ده الهدف الوحيد. والحمد لله جبت النمره اللي دخلتني كليه طب القصر العيني، وهو الاصعب من دخول كليه الطب ودوت اللي ناس كتيره بالظبط كده. الناس كتيره من طلبه الثانويه مش عارفينه ان هو الاصعب هو دخول التخصص اللي الواحد عايزه، وخصوصا التخصصات الجراحيه. دوت هو عنق الزجاجه عندنا في الطب، وده مش بس في مصر، ده في مصر وفي امريكا وفي اي حته، ان الواحد يقدر ياخد التخصص اللي هو عايزه. فلما دخلت كليه الطب انا فاكر والدتي كانت حاطه لي ورقه صغيره قدام المكتب مكتوب عليها دكتور احمد عفيفي طبيب مقيم جراحه في القصر العيني. هو استاذ الجراحه. وكنت ببص لها بحس ان هو عبء عليا، ان هو دوت لود كبير وحلم كبير. صعبه مش سهله. بالظبط كده، يا ترى في يوم من الايام هقدر ان انا احقق الحلم دوت ولا لا؟ فالحمد لله ربنا وفقني وطلعت من اوائل دفعتي وقدرت اخد نيابه جراحه في القصر العيني اللي انا كنت عايزها. جراحه التجميل يا دكتور تحديدا، وازاي طورت نفسك فيها؟ هو جراحه التجميل اللي انا دخلتها من حاجه و20 سنه ايوه غير جراحه التجميل النهارده خالص. انا اقول لك ان جراحه التجميل من 10 سنين غير اللي انا بعمله النهارده خالص. التطور والتغير في كل حاجه، والعمليات كنا بنعملها بطلنا نعملها، وعمليات ومجالات كبيره جدا في جراحه التجميل بقينا نعملها دلوقتي. طب ليه الاول اخترت جراحه التجميل؟ ان جراحه التجميل التنوع في العمليات فيها كبير جدا، من اول الراس لحد الرجل. تحدي، عمليات في كل حته. تحدي ليك. التحدي والابتكار اللي فيها والتطور اللي فيها. معظم مجالات الطب النتيجه او لا، يعني العين خف او ما خفش. جراحه التجميل هي مش كده. جراحه التجميل مفيش سقف للي احنا عايزين نوصل له، مفيش سقف للنتيجه. احنا بنبص على الوظيفه وعلى الشكل، وفي الاثنين دول احنا ما عندناش سقف احنا عايزين نوصل ليه. النتائج اللي هي بالنسبه لنا من 5 سنين او 10 سنين كانت نتائج كويسه مرضيه، النهارده نبص عليها هي نتائج عاديه افريج، هي لا ترقى لطموحنا. فالتطور وسقف تطلعاتنا فيها بيعلى وعالي جدا وبيعلى كل يوم. والابتكار فيها والابتكار في العمليات يعني الحمد لله بعتبرها نعمه من ربنا ان انا في المجال دوت، ان انا بصحى كل يوم الصبح رايح اعمل عمليات وانا سعيد باللي انا هعمله النهارده. البعض بيعتقد ان جراحات التجميل حاجات تخص البشره، النضاره، حضرتك عارف بقى ان هي حاجات زي ما نقول الناس ذات الياقات البيضاء شويه. ايه اهميه جراحات التجميل، خصوصا ان ممكن حد يحصل له حرق وتتدمر حياته وبالتجميل تعالجه ولا ايه؟ هرد على حضرتك في حاجتين. اول حاجه جراحات الجمال اللي هي اللي معظم الناس يعني ده انطباعها عن جراحه التجميل. أيوه. اللي هي جراحات الرفاهيه، وده جزء كبير من شغلي واكلمك عنه كمان شويه. بس جراحه التجميل اكتر من كده بكتير قوي. جراحه التجميل هو العيان اللي عمل حادثه على الطريق وعظم وشه اتكسر، شكرا، وهنفتح جوه بقه وجوه عينيه عشان نرجع العظم كله مكانه. جراحه التجميل هو يعني بعيد عن الناس كلها الطفل اللي اتولد عنده عيب خلقي في الجمجمه وهنفك عظم الجمجمه ونعيد تشكيله ونركبه تاني. جراحه التجميل العيان اللي عمل عمليه قلب وصدر وعنده مشكله في ان الجرح يلحم وهنحرك العضلات عشان الجرح يلحم. جراحه التجميل العيان اللي عنده مشكله في رجليه ويتعمل له بتر وهنعيد هنشتغل على الاعصاب عشان تبقى ما فيهاش الم ويبقى الطرف الصناعي يشتغل كويس. هو العيان اللي عنده مشكله في ايديه وعنده شلل في ايديه وهنغير مجال الاوتار والاعصاب عشان نرجع الحركه لايديه. فجراحه التجميل مجال كبير جدا. انا يمكن النهارده في حياتي بس او 25% بس من المنهج جراحه التجميل، ان انا متخصص في حاجات معينه جدا، وهو ما بقاش في حد ممكن يبقى متميز في كل جراحه تجميل، ان هو بقى مجال كبير جدا
وفي تخصصات جوه جراحه التجميل كتيره جدا. جراحة التجميل بقت إعادة الحياة للحياة مرة تانية. حضرتك هتجاوبني عن تخصصك أكتر بالتفصيل لما تقولي يعني إيه التمرين الجراحي؟ التمرين الجراحي دوت اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، هو ده عنق الزجاجه في كل المجالات الطبيه. ان الواحد ياخد تمرين في المجال اللي هو عايزه في الجامعه اللي هو عايزها. فانا الحمد لله خلصت كليه طب القصر العيني وعملت نيابتي هنا في القصر العيني، وكانت يعني من احلى ايام حياتي الشغل في القصر العيني وفي عمليات القصر العيني مع المرضى البسطاء بتوعنا ومع اساتذتي اللي ليهم يعني افضل عليا، ولحد النهارده على اتصال على طول بيهم، ولحد النهارده بلجأ لهم في حاجات واسالهم في حاجات. وبعديها كان الهدف هو ان انا كنت عايز اروح احسن حته في العالم اتمرن فيها. فمن قبل ما ادخل كليه الطب كان الهدف ان انا هخلص كليه الطب عايز اروح اتمرن في امريكا، وكان ده الهدف. كنت حاطط فرنسا ليه أمريكا هي الأشطر في ده؟ لحاجتين. ان هو التطور عندهم اعلى كتير جدا، مستوى جراحه التجميل في امريكا عالي جدا. والحاجه الثانيه ان هو التدريب عندهم احسن من اي حته في العالم، ودي يعني بالتالي حاجه معظم الناس هتتفق عليها في جراحه التجميل وغير جراحه التجميل. فرنسا طريقه تعليمهم للنواب وتدريبهم للنواب خصوصا في المجالات الجراحيه مستوى عالي جدا، بحيث ان اللي بيروح يتمرن هناك ويعرف ياخد كلينيكال تريننج هناك، يعني يشتغل بايديه ويعمل عمليات بايديه، بيبقى مستوى عالي جدا. تختلف عن فرنسا في ايه؟ حضرتك قلت امريكا او بعد كده فرنسا؟ كان الاختيار الثاني عندي فرنسا، وحتى بعد ما خلصت النيابه كنت بدأت اتعلم فرنساوي علشان لو احتجت اروح فرنسا. بس انا من قبل ما ادخل كليه الطب كان الهدف هو ان انا اخلص كليه الطب هروح امريكا عشان عايز اتعلم على ايدين احسن ناس في العالم في احسن مكان في العالم. امريكا بالتاكيد مش فاتحه ابوابها لاي حد، ما هو اكيد الدكتور احمد عفيفي فيه مميزات معينه هي بتدور عليها وهتشتغل عليها وتطورها. ايه اللي كان فيك فاخد الدكتور احمد؟ سؤال كويس جدا. مش سهل خالص ان الواحد يعرف يجيب فرصه تمرين في امريكا. انا خلصت، كنت من اوائل دفعتي هنا، وطول عمري متفوق في المدرسه ومتعود ان انا في اي حاجه في الشغل في دراستي ان انا هبقى من الاوائل. فتوقعت ان انا هروح امريكا هروح مكان انا عايزه في امريكا، ودوت كان تفكير ساذج مني بصراحه. ان انا رحت هناك قدمت اول حاجه على تمرين في الجراحات الميكروسكوبيه. فرحت قعدت شهر ونص في امريكا بعمل انترفيوز ومقابلات عشان بقدم عليها، ومتوقع بقى ان انا هنقي اللي انا عايزه وهروح المكان اللي انا عايزه. ايوه، ده انا الاول في بلدي يعني من الاوائل. اكيد يعني. طبعا هو دوت تفكير ساذج، لان هو بيتقدم على هذه الوظائف آلاف الدكاتره من كل انحاء العالم، وهيكون طبعا الاولويه عندهم للدكاتره بتوعهم او اللي هم اتمرنوا عندهم وتربوا عندهم وتخرجوا عندهم. تمام. فانا فاكر كان يوم 25/5/2005. فاكر اليوم كويس قوي لسببين. ان هو كانت نتيجه اللي هي زي التنسيق، بنقدم على الفellowships على التمرين دوت، والنتيجه هتطلع يوم 25/5/2005 الساعه 8 بالليل. وكان الساعه 9 بالليل، انا من صغري بحب الكوره جدا وبشجع ليفربول. ايوه. الساعه 9 بالليل ليفربول هيلعب مع اي سي ميلان في فاينل اوروبا. فانا قاعد مستني ان الساعه 8 بالليل هروح فين في امريكا. هروح بقى الجامعه اللي هي الرقم 1 ورقم 2، والساعه 9 بالليل ليفربول هيلعب اي سي ميلان في فاينل كاس اوروبا. أيوة. هو كان يوم عظيم بالنسبه لي. وفاجئ ان الساعه 8 بالليل طلعت النتيجه انها ما اتخدتش في ولا جامعه ولا حد اخدني. وكانت صدمه كبيره جدا بالنسبه لي. اللي هو طبعا. ازاي ما اتخدتش. قلت خلاص اتفرج على الماتش. الماتش الشوط الاولاني ليفربول دخل فيه 3 اجوان. اوبا، ده مش النهارده يومنا، ده مش يومنا يومنا خالص. يوم مش نافع خالص. ايوه. انا بطبعي حل عندي لاي مشكله ان انا اكمل شغل واشتغل اكتر. حلو. قمت بين الشوطين بقيت ابعت على تمرين في جراحه الوجه والرقبه، ودوت بالنسبه لي كانت حاجه اصعب. كنت شايف انها حاجه اصعب ان انا اجيبها. تحدي اصعب، والتمرين دوت اصعب ان انا اجيبه. فرحت قدمت عليه بين الشوطين. رجعت الشوط تاني، الناس اللي بتتفرج على الكوره عارفه كويس قوي ليفربول اتعادل وكسب كاس اوروبا. فقلت كويس، يعني مشكله اتحلت. ايوه، هو حاجه بدات تفتح. رجعت الايميل لقيت جامعه بيتسبرغ، ودي الجامعه اللي هي خرجت معظم رؤساء اقسام التجميل في امريكا، يعني هي الجامعه التوب في اخر 50 سنه. لقيتها ايه بقى؟ بنقدم على الوظائف دي قبلها بسنه. اوكي. فالكلام ده كان في 5/2005، وبقدم على الوظائف تبتدي بعديها بسنه.
تمام. لقيتهم بيردوا عليا بيقولوا لي احنا ممكن نبص عليك، بس انا عايز اقول لك ان الوظيفه اللي هتبتدي كمان اسبوعين الشخص اللي كان هيجيها اعتذر لاسباب عائليه. انت جاهز تحب ان انت تيجي؟ وفي مقوله في امريكا ان الحظ او التوفيق بيجي للشخص الجاهز. ده حقيقي، ده حقيقي. فقلت لها انا جاهز. قالت لي خلاص تيجي كمان اسبوع تعمل عندنا انترفيو. واو. فرحت سافرت امريكا، عملت انترفيو، لقيتهم عازمين معايا 2 واحد من الهند وواحد من حته ثانيه في اوروبا. عملوا انترفيو احنا ال3، وانا هناك في اخر يوم قالوا لي احنا عايزينك تجي. الله. فالحمد لله رجعت مصر. دي دعوه ماما الدكتوره كريم. بالظبط كده، انا كتير بقول كده، يعني هي توفيق او ده حظ او دعوه والدتي. ليك كتير من الابحاث عن علاقه الرياضه بالتفوق الدراسي، خصوصا في مجال الجراحه. يعني انا اعرف من سن صغير ان الرياضه ممكن اللي لو بمارسها بانتظام تسخرني 10 15 سنه، وده شيء عظيم جدا لكل البنات والستات. اول مره اعرف ان ليها علاقه بالتفوق الدراسي. زي ما حضرتك شفت كده، من وانا صغير بحب العب رياضه واتفرج على رياضه. عندنا نواب اللي هو الطبيب المقيم اللي هو بيتمرن عندنا على جراحه تجميل. كان عندنا 3 نواب لعبوا رياضات في مستوى الجامعات في امريكا، اللي هو مستوى عالي جدا. دول هم بيروحوا يلعبوا في الاولمبيكس، ويعني مستواهم عالي جدا. لقيت ان الطلبه دول فيهم حاجه مختلفه. اول حاجه ايديهم جراحيا قويه جدا ودقيقه. بقول لهم الحاجه بيفهموها على طول. عندهم قدره على الشغل لساعات طويله، يعني مختلف عن بقيه الناس. احنا نيابه الجراحه، التمرين على الجراحه دوت مش حاجه سهله خالص. ما تكونش الناس فاهمه ان هي لعبه. لا، احنا بنتكلم على ساعات كثيره جدا في العمليات، ان الواحد يقف في العمليات 12 ساعه على نبطشات كثيره جدا، شغل ساعات لا محدود من الشغل، تركيز وجهد كبير يا دكتور. فبقيت ابص على الناس اللي قدموا عندنا في اخر 10 سنين، اللي فيهم لعب رياضه واللي فيهم ما لعبش رياضه. ولان فعلا اللعب رياضه دايما تقييماتهم بتبقى اعلى من الناس الثانيه. وفي تخصصات ثانيه كثيره جدا بصوا على نفس الحكايه ديت، لان هم فعلا نجاحاتهم اعلى، قدرتهم على الشغل اكتر، نتائجهم احسن، قدرتهم على التعلم اكتر. فدي حاجه حتى في اولادي دايما بحاول ان انا يعني اشجعهم ان هم يلعبوا رياضه. قول لي اسمائهم سريعا يا دكتور، وبيلعبوا ايه؟ ان عندي مريم وساره، وهما الاثنين بيلعبوا باسكت. وعمر بيلعب حاجات كتير قوي لحد ما اشوف هو ناوي عشان صغير. حضرتك بقى الرياضه المفضله ليك ايه دكتور؟ الكوره طبعا. كفرجه وانا صغير كانت حياتي كلها لعب كوره وكفرجه على الكوره. طبعا دلوقتي الكوره ما بقتش رياضه سهله الواحد يلعبها، فبحاول العب تنس او سكواش على قد ما اقدر. طب حضرتك قلت لي ان انت بتعمل 20% في مجال او مجالات جراحات التجميل، كلمني اكتر واتدربت على ايه؟ معظم العمليات اللي انا بعملها دلوقتي هي عمليات الجمال، اللي هي عمليات الرفاهيه. بس انا عارف كويس قوي من شغلي ومن كل الابحاث اللي اتنشرت ان العمليات ديت بتاثر على حياه العيان في نواحي كتيره جدا. ثقه بالنفس وحياتهم العائليه وحركتهم، وحتى في شغلهم وفي الكارير بتاعهم ليها افكت كبير قوي. فدي احد العمليات، ودي العمليات اللي فيها ابداع وابتكار ملوش حدود. شغل على الرايق يا دكتور؟ شغل على الرايق، وكل عين مختلف. يعني انا مثلا حتى عملت العمليه 500 مره، فهقول لك ان ال 500 مره دول مفيش واحده زي الثانيه. كل واحده مختلفه، ان العيان جاي بشكل مختلف، اهدافه اهداف مختلفه، صحته صحه مختلفه، فكل عيان في ال 500 مختلف تماما عن التاني. من ال 500 عمليه دول يا دكتور اتوقع ان 499 منهم نساء وراجل واحد فيها؟ لحد ما يمكن الكلام ده والارقام ديت كانت صحيحه لحد من حوالي 15 سنه. ايه اللي جرى للرجاله يا دكتور؟ ان دلوقتي بقت كل الناس حاسه ان هي انا ممكن اهتم بشكلي، ممكن اهتم بجسمي عشان خاطر زوجتي او عشان خاطر زوجي. يعني هي بتشتغل في ناحيتين. عملت ايه لحد هو كان جاي لك متدمر تماما، وبعد الجراحه دي انت فرقت 180 درجه معاه؟ حضرتك احساس الجراح وهو مخلص العمليه وطلع من اوضه العمليات عشان يكلم اهل العيانه، فده احساس لا يوصف، ودي نعمه ومسؤوليه يعني بحمد ربنا عليها.
لما اقعد افكر ان احنا نعتبر يعني ابو الجراحه الحديثه هو ابا القاسم، زي ما ابو الطب هو ابن سينا وابو الجراحه الحديثه ابا القاسم. لما اكون ماشي في في الكوريدور بتاع العمليات عندنا 27 اوضه عمليات ومئات الممرضين والعاملين والدكاتره ودكاتره التخدير، بحس يعني ابو القاسم لما عمل الجراحه وفكر لاول مره ان احنا ممكن نفتح جلد عيان عشان نعمل عمليه جوه، اكيد ما كانش متخيل ان هيكون ده حالنا. ويمكن احنا الدكاتره بنعمل كده كل يوم، بس انا كل شويه حتى افكر الطلبه بتوعي دي مسؤوليه، ان العيان سمح لك ان انت تعمل كده فيه، دي مسؤوليه كبيره وحاجه ما تاخدش بسهوله. كل عمليه بعملها لما بخلص واطلع كده مأهل العيانه، فدوت احساس لا يوصف. يعني هي فعلا هي الجراحه بقت دلوقتي هوايه وشغف اكتر منها وظيفه. اللي احنا كده بنقولها في مصر ان اداها نده الدكتور احمد في الجزئيه دي. حضرتك ليك كتير من الابحاث في جراحات الانف والوجه، وان هو بيساعد ان هو نتخلص من الصداع. مدى نجاح الجراحات دي، خصوصا ان هي مش منتشره في العالم العربي او في الشرق الاوسط، كلمني عنها يا دكتور. في 2005 التاريخ ده مميز. 2005 مميز. عند حضرتك جدا. ان ده اللي بقيت فيه، رحت فيه امريكا. بقيت اسمع ان في دكتور مشهور جدا في كليفلاند بيعمل عمليات لعلاج الصداع. فانا انطباعي الاولاني ده اكيد كلام فارغ، احنا مالنا مال جراحه التجميل ومال علاج الصداع؟ ازاي يعني؟ بعد كده جات لي فرصه ان انا احضر الكورس بتاعه، فرحت من باب الفضول، ليس من باب ان انا عايز اتعلمها خالص. انا عايزه اعرف بيضحك على الناس ليه، يعني ازاي يعني؟ يعني ليه نعمل كده؟ احنا مالنا احنا مال الصداع. فاللي حصل ان هو كان بيعمل عمليات تجميل، ولقى ان العيان بيقولوا بعد العمليه ان الصداع راح، فطلع بنظريه ان هو خلال العمليه من غير ما يكون قصدنا احنا بنشيل الضغط على عصب في الوجه. ده الكلام ده من حوالي 20 سنه. النهارده ابحاث كتيره جدا بتاعنا ندرس عصب في الوجه، وكل عصب ممكن يكون بيعمل صداع ازاي. فانا لما رحت هناك بقيت اشتغل في 2011، قلت لهم انا عايز ابتدي اشتغل العمليات ديت. هم رحت الكورس بتاعه من باب الفضول، مش ناوي خالص ان انا اشتغل الكلام دوت. لقيت ان العلم منطقي، وابتدوا يحكوا قصص العيانين اللي حياتهم اتغيرت تماما بعد العمليه ديت. قررت ان انا لما اروح الجامعه لما ابتدي اشتغل انا هعمل العمليات ديت. فرحت في 2011 بقيت اشتغل في الجامعه بتاعتي، قلت لهم عايز اعمل العمليات ديت. الناس كلها بصت لي بصه اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت جاي تشتغل جراحه تجميل. اخر 12 سنه كميه الابحاث اللي اتعملت والعيانين بالالاف اللي اتعملوا مني ومن كذا مركز في امريكا بيعملوا العمليات ديت. بنحط ارقامنا سوا، عيننا كلها سوا، لان العمليات ديت بتغير حياه الناس بشكل يعني غير طبيعي. صحيح. فبدينا عملنا بقى دي اللي نشرت فيها الكتاب بتاعي، وعملنا الجمعيه الامريكيه للجراحات ديت لعلاج الناس اللي صداع عندها سابوا احدى الاعصاب اللي حوالين الوجه والرقبه اللي ممكن تسبب صداع وتجميل، وبتبقى الحكايه كبيره. انا ملاحظتي من كلام حضرتك ان بدايه الابحاث بتبدا بالملاحظه. حضرتك لاحظت ان الاثنين معاك اللي بيلعبوا رياضه ادائهم عالي ومختلف. دكتور التجميل لاحظ ان كتير من مرضاه بيقولوا ان بعد العمليه الصداع راح. هي كلمه السر في ان احنا نلاحظ ونحولها لفكر علمي. حضرتك تقلدت العديد من المناصب في منظمات جراحات التجميل، عضو هيئة تدريس، كلمني عنها والمنصب اللي بتعتز بيه جه في اوانه. يمكن اكتر حاجه يعني بتشجعني على الشغل هو ان الواحد يكتب وينشر نتائج العمليات اللي هو عملها. يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه. انا اي جراح في الدنيا هيعمل كام عمليه في اليوم؟ 1 2 3 4، في الاخر رقم محدود. واعملهم لمين؟ العيال اللي هم في المدينه اللي انا عايش فيها، او العيال اللي قادر ان هو يسافر ويجي لي. في الاخر ناس محدوده في مجتمع محدود. لكن لما انشر تكنيك جديد او بحث جديد او اكتشاف جديد، انا باثر فيه على عيانين في كل انحاء العالم على مدار سنين كثيره جدا، اكتر من اي حاجه ممكن اعملها بنفسي. احلى اللحظات في حياتي لما يجي لي ايميل من حد ما اعرفوش خالص من اي حته في العالم،
بيقول لي انا ناوي بكره اعمل عمليه اللي انت نشرتها في الكتاب الفلاني، انا بس عايز اسالك على حته معينه فيها، انا عملتها ممكن تقول لي كذا، الا اساعده في حته. لما بدخل الجامعه بتاعتي هناك بشوف صوره بلزر وساذرد اللي هم الناس اللي اخترعوا اليو دبليو سولوشن دوت، المحلول اللي بيستخدم في عمليات زراعه الكبد والكلى في كل انحاء العالم. المحلول دوت اتنشر متهيألي سنه 80، فبقى لنا فوق ال 40 سنه. ده المحلول دوت انقذ حياه ناس كثيره جدا من البشر. كنت بتخيل ترى في يوم من الايام هعرف انشر حاجه زيهم كده. لحد في 2019 نشرت برضو حاجه وسميتها برضو اليو دبليو بروسيجر، لعلاج العصب اللي في ظهر الرقبه. العمليه ديت انا ابتكرتها في 2013 وقعدنا 6 سنين بندرسها وبنعملها لحد ما بقى عندنا فوق ال 100 عيان تابعناهم لفوق السنه ولقينا انها بتشتغل. فدي احدى الحاجات اللي يعني عزيزه جدا على نفسي. النشر العلمي في الدوريات. سن حضرتك مش كبير، صغير يا دكتور، 90 بحث وكتابين. كلمني عن ده. حضرتك لما كلمتك على المناصب قلت لي لا ان انا انشر العلم وخلافه، عشان كده 90 بحث في سن صغير. كل مره بكون في الطياره من امريكا لمصر ل 12 ساعه بكون كلهم بكتب وبراجع المقالات اللي احنا بننشرها. ان انا في معظم حياتي، معظم يوم العادي انا معظم الوقت في العمليات وبشوف عيانين. ف دوت هو اضافتنا للعالم. بيتقال دايما في امريكا ان العمله بتاعه الجامعات هي النشر العلمي. الله، تعبير جميل يا دكتور. الجامعه والباحث بيقيم هو غني قد ايه بالعمله بتاعته، اللي هو نشر كام كتاب وعمل كام بحث واضاف كام حاجه للعلم. سافرنا امريكا وتخصصنا ونجحنا هناك جدا، بس هي برضو القصر العيني بيندهك من وقت للتاني، تحس ان هو بيتك وبترجع له كل سنه وتعمل مجموعه من الجراحات. كلمني عن ده. انا والدتي لحد النهارده جزء كبير من وقتها في جمعيه خيريه لمساعده الناس. الجمعيه الامريكيه لجراحه التجميل في اخر كام سنه قررت انها تركز على افريقيا عشان نعلم الجراحين في افريقيا الجراحات الميكروسكوبيه وجراحات الاصلاح. الجامعه بتاعتي بقى هناك بقى لها 40 سنه بنسافر، بنروح اسيا وامريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه عشان نساعد في نشر العمليات التجميل وتعليم الناس هناك. فلما رحت قلت لهم طب ما احنا نروح مصر. فكان الرد ان مصر كويسه قوي، مصر مش محتاجه، مصر فيها دكاتره عظماء. بس قلت لهم لا، احنا ممكن نستفيد ونفيد. فاحنا بقالنا 6 سنين دلوقتي بيجي كل سنه بجيب الدكاتره اللي هم القمه في جراحه التجميل في العالم. بيجوا بسهوله يا دكتور؟ بيجوا لان هي زي ما قلت لحضرتك، هي اول حاجه هي حاجه ان الناس تروح تساعد وتعلم. رسالة. حاجه بالنسبه لاي دكتور هي حاجه يعني بتديله رضاء نفسي واشباع جداً كبير جدا. دي ريورد. انا جبت بالعربي. حسيت ان حاجه تقولها. حاجه يعني احلى حاجه في حياتنا يعني. ده احلى اسبوع في السنه ان نيجي نعلم ناس ونشتغل مع ناس، حاجه كويسه قوي. وفي نفس الوقت بجيب معايا الدكاتره الصغيرين اللي عندي في امريكا يجوا هنا يشتغلوا مع الاساتذه بتوع مصر. حضرتك قلت لي بيتعلموا برضه، ممكن ايه اللي يتعلموه من مصر؟ وممكن اقول ان امكانياتي مش زي امكانيات امريكا. تعرف عقده الخواجه اللي عندنا، انا ممكن اقول كده كتصور ساذج وحضرتك تصحح لي. حاجه زيها زي معسكر تدريبي لاي فريق كوره. لما بيروح معسكر تدريبي كلنا هنشتغل سوا، كلنا هنتعلم سوا. فالدكاتره الصغيرين اللي عندنا هناك بخليهم يجوا يشتغلوا هنا مع الاساتذه والناس اللي متميزه في حاجات معينه هنا في مصر. ففي نفس الوقت كلنا بنستفاد. والهدف من الاخر اصل ده اسبوع، الناس هتعلم ايه في اسبوع؟ هو الهدف ان انا كنت في يوم من الايام كنت زي الدكاتره الصغيرين اللي هنا. ايوه. كان بالنسبه لي القمم ديت في جراحه التجميل هي عباره عن اسم على الكتاب. فانا هدفي ان الدكاتره الصغيرين دلوقتي يلاقوا القمم ديت جايه تشتغل معاهم في العمليات ويقعدوا معاهم ويخرجوا سوا ويتقابلوا سوا، عشان في يوم من الايام هيبقى حد من الدكاتره الصغيرين في مصر دلوقتي هيبقى هو بطل عالم في جراحه التجميل، وهو
هيجي يعلم الجيل اللي بعديه، وهو اللي كمان 20 سنه لو احتجت عمليه هو اللي هيعملها لي ان شاء الله. باذن الله ما نحتاجش عمليات ولا اي حاجه. وده حابه هينقلني لدورك في مساعده الطلاب والباحثين في مجال الطب، سواء العرب او المصريين. بتساعدهم ازاي؟ وحضرتك قلت في وسط كلامك بيعملوا عمليات وبيخرجوا معاهم، ففي جوانب انسانيه برضو، مش علم 1+2 وخلافه. الحاجات الانسانيه بتديها لهم ازاي؟ الحاجات اللي حطيتها فيك دكتوره كريمه ودكتور مدحت بتديها لهم ازاي؟ مهم جدا للطلاب العرب او المصريين او حتى الامريكان اللي من اصول عربيه او اصول من الشرق الاوسط او اصول من الناحيه دي من العالم. ده تحيز يا دكتور؟ بعض الشيء سنه بعض الشيء سنه ان هم يلاقوا امثله في مناصب عليا في الجامعه واساسا في الجامعه شكلهم زيهم وبيتكلموا لغتهم. دمي دمك لوني لونك. يحسوا ان هم يعني محميين، ويحسوا ان هو في امل ان هم يوصلوا للناس دول توصلوا له. ما يبقاش بيوصلوا لحاجه هم مش شايفينها، لا شايفين امثله قدامهم. وفي دكاتره كتيره جدا مصريين في الجامعه بتاعتي في مجالات كتيره قوي وناجحين جدا في مجالاتهم. من حوالي سنه القنصل المصري في شيكاغو سعاده السفير سامح ابو العنين، راجل عظيم، التبانات بتاعكم سفير بلا سفاره. هو دوت سفير بسفاره، بس هو قرر ان هو مش هيقعد على كرسيه، هو هيتحرك وهيساعد الناس المصريين. في معظم الجهات المصريه هم عايزين يقابلوا السفير وهم عايزين يتعرفوا على السفير، هم اللي بيسعوا الى ذلك. لكن هنا السفير هو اللي وصل لي، وهو اللي اتعرف عليا، وهو اللي جه قال لي انا عايز اجي لكم ازوركم في المدينه بتاعتكم. يعني ودي يعني 3 ساعات سواقه ان هو يجي لنا. مجهود يعني مش حاجه سهله، مجهود مش سهله، وخصوصا عشان نوضب له الزياره. فجي الجامعه بتاعتنا، قابل نائب رئيس الجامعه، قابل 3 من عمداء الكليات، قضى يعني ليلتين معانا مع كل الجاليه المصريه، يفكر ازاي يساعدنا، ازاي يزود انتمائنا وولائنا لمصر اللي هو اوريدي عالي جدا. الله حلو. وازاي يفتح مجالات للتعاون بين الجامعات اللي هناك والجامعات اللي هنا. كانت زياره مثمره جدا، راح زار الكنيسه القبطيه اللي في المدينه، وبعديها زار المسجد، وقابل كل الجاليه المصريه اللي هناك. فانا بحييه وبشكره ان هو يعني ما فضلش قاعد مكانه، هو جه هو اللي دور وسعى عشان يفتح لنا كلنا مجالات هناك. هو العظيم من يشعر الاخرين بعظمتهم. يعني انا سؤالي للدكتور احمد عفيفي قاعد يكلمني عن ناس تانية اللي هي اللي بتعمل وهي اللي بتسوي. دكتور احمد بيعمل ايه؟ دكتور احمد شخصيا في مساعده الطلاب العرب والمصريين بتساعدهم ازاي؟ بتقول لهم ايه؟ انا وانا لسه جايه امريكا من مكاني ايا كان مكاني، ليها خضه برضه، ليها رهبه، وعمليه التكيف دي مش بسهوله، فدوركم بقى بيظهر يا دكتور. افتكر ان انا اول ما رحت جامعه بيتسبرغ، ودي الجامعه كان حظي الحلو وحظي الوحش انها من القمه في جراحه التجميل. طب حلو ومفهومه، وحش ليه؟ ان انا فجاه بقيت في الصوره، انا قاعد بشتغل مع اشطر ناس واذكى ناس واحسن ناس. اوكي. ولازم يعني ابقى زيهم. واول طلعه لامريكا ديت صعبه جدا. ان انا عارف ان انا علميا كويس قوي وجراحيا كويس قوي، بس انا مش فاهم الثقافه. يعني ما كانش عندي مشكله في اللغه، طول عمري الحمد لله في مدرسه انجليزي، بس اللغه الدارجه في الشغل غير اللغه بتاعت المدرسه خالص، والثقافه مختلفه، وطريقه شغل المستشفى مختلفه. انا مش فاهم الممرضه المفروض تعمل ايه والدكتور المفروض يعمل ايه، وفي وظائف تانية مش فاهمها. فاول طلعه امريكا ديت صعبه جدا. ولما يجي لي اي حد لسه جاي امريكا جديد، بقول له انت اول 6 اشهر هتصحى كل يوم الصبح بتقول انا هرجع بلدي. أيوة. ليه البهدله دي؟ ان هي طلعه صعبه جدا. بس مع الوقت بقيت افهم الموضوع واركز واحاول افهم امتى هتكلم وامتى مش هتكلم، واحاول افهم الناس اللي حواليا. وبعديها عشان كده رحت اللي بعديها التمرين اللي بعديه في كليفلاند كلينيك، كنت بقيت بقى مستريح قوي من الناحيه الثقافيه، من ناحيه الفهم الناس. فبقيت قادر اركز اكتر في شغلي وفي الجراحه وفي العيانين. وبعد كده بقى مع الجامعه بتاعتي، يعني انا لما ابص عليها في ساعتها انا ما كنتش متخيل ان انا بعد كده هيجي لي شغل في امريكا وهيقول لي ان انا اقعد وافضل اترقى وهوصل ان انا همسك رئيس جمعيه الولايه بتاعتي ورئيس جمعيه وسط امريكا لجراحه التجميل. ما كنتش متخيل الكلام ده كله. فلما بقعد دلوقتي مع الطلبه اللي هم في الجامعات اللي هناك، يحسوا ان انا فاهمهم وان انا زيهم،
انا مريت بالحاجات دي. وان انا مريت بالكلام ده كله. والناس اللي بتحاول تيجي امريكا بحاول اساعدها على قد ما اقدر. وحتى الناس اللي في مصر احنا بنعمل ابحاث كتيره قوي مشتركه بين الجامعتين عشان ننشر ونعلي الرانكينج بتاع الجامعتين، جامعه القصر العيني والجامعه. العديد من التكريمات وجوائز التقدير والشهادات بتضيف لك ايه؟ بتفرق معاك في ايه؟ وايه التكريم او الجايزه او الحاجه اللي جت في وقتها قوي وقالت ده انا كده صح وعلى الطريق؟ متهيألي ان هم اختاروني ان انا ابقى رئيس جمعيه جراحه التجميل في وسط امريكا. متهيألي ان انا كنت اصغر واحد امسك هذا المنصب، كنت اول واحد ابقى مش متخرج من كليه الطب جوه امريكا. فدي كانت حاجه عايزه جدا طبعا بالنسبه لي، وحاجه حتى لما اقابل الطلبه الامريكان اللي هو من اصول عربيه او مصريه يحسوا ان ده واحد ممكن يجي شكله زينا واهله عاملين زينا وبيتكلم لغتنا. فالحلم ممكن، الحلم ممكن نوصل لاي حاجه، ممكن نوصل لاي حاجه. ازاي اختار الدكتور التجميل اللي هدخل عنده هخرج مبسوطه ومفيش اي ضرر صحي ولا شكلي ولا اي حاجه؟ اختيار ازاي؟ ده سؤال مهم جدا وسؤال صعب جدا. المشكله دي موجوده في مصر، موجوده في امريكا، وموجوده في كل انحاء العالم. انا في البورد بتاع الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل، ودايما النقاش على الموضوع دوت ازاي نسهل على الناس انها تعرف. مفيش اجابه سهله، وكل واحد ناوي يعمل عمليه لازم يعمل الواجب اللي عليه. تمام. ان هو شاف اعلان او شاف يافطه كبيره بصور وخلاص اقتنع بيه عشان كده، فده مش كفايه. طبعا الواجب ده يشمل ايه؟ يشمل حاجات كتيره، وفي الاخر لازم تعمل كلها، ومفيش حاجه فيها هتضمن له برضه. يعني لازم الواحد يدور بعنايه وحرص. اول حاجه يبص على الشهادات بتاعته، وهو يعني اعلى شهادتين في جراحه التجميل هي شهاده الامريكان بورد، البورد الامريكاني، وشهاده الاف ار سي اس. والشهادتين دول صعوبتهم في ايه؟ صعوبتهم مش ان الواحد يعدي الامتحان، ان الواحد يسمحوا له ان هو يدخل الامتحان.
يعني في البورد بتاعنا في امريكا لازم الواحد يقضي 7 سنين. في ال7 سنين دول هيودي لهم كل العمليات اللي هو عملهم، ومن حقهم في اخر سنه يطلبوا اي عمليه بصورها بتفاصيلها بكل حاجه بالتفصيل، ويبصوا على كل ورقه وكل حاجه هو عملها. فالامتحان الواحد يدخله اساسا هي دي الصعوبه، مش الواحد يعدي منه. فدي اول حاجه، الشهادات بتاعه الدكتور. تمام. تاني حاجه منصبه، هو بيشتغل فين؟ هو بيشتغل بقاله قد ايه؟ وخبرته ايه؟ اخر حاجه ان هو يقعد يسال على الدكتور دوت، يعرف مين تاني عمل عنده عمليات، وفي الاخر ان هو يقعد مع الدكتور ويتاكد دوت دكتور يعني صادق وامين قبل ما يكون دكتور شاطر جراحيا. يمكن قبل ما ننهي البرنامج انا اتكلمت كتير عن دفء العيله والاسره، وحضرتك في امريكا لوحدك ولا مش لوحدك؟ الدفء ده موجود بتحس بيه ازاي؟ ولا وسائل الاتصال الاجتماعي سهلت وقربت المسافات؟ هي طبعا سهلت وقربت المسافات جدا، بس هي الغربه ليها ثمنها. الغربه كربه. الغربه كربه، والبعد عن الاهل والاصدقاء ليها ثمنها. ان الواحد مش بس لو هو غربه عن مصر، غربه عن اي بلد، الواحد مهما راح بلد تانية هيفضل حاسس ان هو مفتقد حاجه في مصر، وان الناس اللي في بلده او اللي في مصر فاهمينه اكتر. فالواحد لما يقعد مع اصحابه، والتهريج بتاعنا والنكت بتاعتنا مختلف عن اي حته. احنا ثقافتنا ثقافه مميزه، وثقافه عميقه، وثقافه غنيه. فطبعا لازم تبقى الناس فاهمه ان الغربه ليها ثمن كبير. بتعمل ايه عشان تعوض ده؟ مفيش حاجه هتعوض عن مصر، مفيش حاجه هتعوض ان واحد يجي هنا مصر يقعد مع اهله ويقعد مع اصحابه، وحتى ان واحد يجي هنا يشتغل عمليات ويشوف عينيه هنا ليها طعم مميز جدا. أستاذ دكتور أحمد عفيفي، أستاذ جراحة التجميل في إحدى الجامعات الأمريكية، أنا كنت مبسوطة جدا بلقاء حضرتك، نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك. انتوا شرفتونا ونورتونا وربنا يخليكم. شكرا لحضرتك يا دكتور. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ويجدد اللقاء بكم حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه.